بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتكلم إن شاء الله عن مدى أهمية الكلى في جسم الإنسان. الحقيقة الكلى من الأجهزة الحيوية المهمة جدا في جسم الإنسان. سبحان الله، طبعا الكلى بتغسل الدم من السموم حوالي تقريبا ما يقرب من 360 مرة في اليوم الواحد. طبعا عدد كبير جدا، وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ادى الانسان مقدرة انه يقدر يعيش بنص كلية حتى. يعني هو عنده كليتين، ولكن لو لا قدر الله حصل عطب او في ناس بتتخلق بكلية واحدة، يقدر يعيش بنص كلية، لغاية نص كلية يقدر يعيش عادي. وبالتالي طبعا المنطقة دي بتكبر وبتقوم بغسيل دم الجسم كله. طيب، الكلى من أهم أسبابها، من أهم وظائفها إخراج السموم عن طريق البول. لا قدر الله لو حصل أي مشاكل في الكلى وحصل فشل في الكليتين، بنضطر نعمل الغسيل الكلوي اللي هي الكلية الصناعية. بصوا بقى فرق بين الحاجة ربنا خلقها سبحانه وتعالى اللي هي الكلية الطبيعية اللي بتغسل في اليوم 360 مرة، مع الكلية الصناعية اللي بتستخدم يوم بعد يوم أو ب3 جلسات في الأسبوع. طبعا فرق رهيب، مش بس في التكنيك وفي عدد المرات، لا ده في كمان عدد، يعني ازاي بتغسل الدم في بالعدد الكبير ده يوميا. ومش بس كده، ده حتى التكنيك نفسه، برغم ان بره اجهزه الكلى الصناعيه او الغسيل احدث كتير حقيقه من اللي موجوده هنا، لكن طبعا احنا نعتبر دول العالم الثالث، مش مسموح لنا ان احنا نستورد غير اللي هم بيسمحوا لنا بيه. ففي اجهزه بره احسن كتير قوي من اجهزه الكلى الموجوده هنا، وتقريبا تماثل الكلى في افعالها، لكن طبعا بتستخدم يوم بعد يوم زي ما بقول لكم 3 جلسات في الاسبوع. لكن الاجهزه اللي هنا بتوطي الضغط وبتعمل مشاكل كتير. يعني احنا بنشوف هنا مضاعفات الاجهزه دي، وبنلاقي كتير افراد او ناس بيعانوا من الفشل الكلوي بيتوفوا اثناء الجلسه بسبب الهبوط الشديد في الدوره الدمويه. فطبعا دي من أهمية الكلى واللي ربنا خلقها لنا، وما بنحسش بنعم ربنا سبحانه وتعالى إلا من نفذها. فقد إيه نشكر ربنا على نعمة كبيرة زي الكليتين. أتمنى للجميع صحة جيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.